السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وتعود علينا الأيام بخير. خلاص بقينا في شعبان وداخلين على رمضان، وابتديت بقى نفرش الشقة بزينة رمضان الجميلة، وهقول لكم بقى على الزينة الجميلة المبهجة بتاعتي دي. مش بس هتقتصد على الشارع بس، لا ده انا حبيت ازين البيت بتاعي بزينة رمضان الجميلة دي بتحسسني باجواء رمضان. هقول لكم كل حاجة بالتفصيل في الفيديو، بس ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك للفيديو. دلوقتي كده زينت المكتبة بتاعتي كده دي بزينة رمضان، هوريها لكم برضو عملت فيها ايه. دي غرفة المعيشة بتاعتي. اول حاجة ابتديت بيها علقت الزينة دي، هقول لكم جايباها منين وبكام. زي ما انتوا شايفينها كده، وكم متر كمان. علقتها بقى في أوضة المعيشة. الأوضة دي احنا دايما بنقعد فيها والولاد بيناموا فيها وبناكل فيها، فيعني الأوضة بتاخد مننا أكبر وقت ممكن ان احنا نقعد فيه. المكتبة دي بتاعت التلفزيون. فأنا بقى جبت الفوانيس بتاعتي، وعربية الفول دي أنا كنت عاملاها بقالها حوالي من 2 سنين، وكل ما رمضان بيخلص بشيله. عربية الفول والمدفع الإفطار، وفي كمان اللي هي العربية بتاعت الكنافة، عشان الديكورات دي بتحسسني بالأجواء الجميلة بتاعت رمضان. طبعا المكتبة برضو الشريط ده كنت جايباه من السوق، من اللي هو محل خردواتي. كان المتر ب3 جنيه. برضو زينت بيه برضو كده المكتبة، الرفوف بتاعة المكتبة. وده مدفع الإفطار عملته برضو من كذا سنة يعني. وعربية الكنافة دي بس بقيتها اتكسر يعني مش لاقياه. والمكتبة بقى منظرها جميل معايا. والفوانيس دي برضو بشيلها من السنة للسنة، زي ما انتوا شايفين كده الجمال والحلاوة. عشان الاولاد بيحسوا بفرق كبير اما بعمل التغيير ده. مش قادرة اقول لكم على الزينة مبهجة ازاي في الاوضة، جميلة جدا جدا جدا. الدفايات دي انا برضو اللي عاملاها. انا عندي مكنة في البيت يعني بعمل عليها حاجات فنية كتيرة جدا، وبغير من حاجات كتير يعني. دي كانت دفاية عادية، دفاية واحدة قسمتها 2. وكان عندي اصلا التل ده اللي هو الشيفون ده. رحت بقى انا حبيت ان انا ايه احطه كده واوفقه في قلب بس انا قلب الدفاية دي عشان هي المفروض السرير كانوا بيبقوا قصاد بعض، فانا عكست السرير. فانا لو انا عملتها على العدل هتبقى الكرانيش دي من الناحية التانية. وده كليم ده كانت اختي مديهولي، اللي هو الكليم بتاع زمان. بما ان احنا داخلين على رمضان بقى، فانا بحب اطلعه يعني في رمضان، بيدي اجواء جميلة جدا لرمضان، وبيبقى شكله حلو يعني. الحاجات دي بتبقى حلوة جدا لرمضان، الكليم والسجاد القديم والحاجات دي. طبعا بقى ما نسيتش الكنبة الجميلة دي، انا بحب اقعد عليها جدا. وهي مش كنبة، يعتبر مش كنبة، دي قطعتين كده فوق بعض. في يوم من الايام هبقى لكم عبارة عن ايه. دي بيتحطوا للحاجات الكونتينر، والحاجات اللي هي بيتحط عليها الكراتين والبضايع الكبيرة اللي بتسافر في البواخر. فدي كانوا قطعتين عندي يعني، فانا استغلتهم ان هم احط عليها مرتبة يعني. نجدت المرتبة دي، وانا اللي عاملة الكسوة البيضة دي والشلت بتاعتها كلها، والخداديات اللي على الكنبة اللي كلها هلال ونجمة دي انا اللي عاملاه، والمفرش برضو يعني كله الحمد لله يعني انا اللي عاملة الحاجات دي. بحب يعني الحاجات دي ان انا اعملها وابتكر فيها، وكل سنة بعمل ابتكارات وحاجات جميلة جدا. طبعا الكنب الفرجي ده الحديد ده لفاه كده حوالين النور اللي بينور وراه ده. طبعا بعد ما اقفل النور هتشوفوا الاجواء جميلة جدا. السرير مكان الكنبة الفرجي ده كان السريرين جنب بعض، وبينهم الكنبة اللي في النص البيضة دي. بس انا المرة دي حبيت اغير، احط السرير تاني تحت الشباك، واجيب الكنبة الفرجي، الطقم الفرجي ده كله جنب الكنبة دي، عشان يبقى ساعة الفطار والسحور يعني بيبقى اجواء حلوة جدا. وبوجي وطمطم دي والخداديات دي برضو اشتريتها
اشتريتها، مش انا اللي عاملاه ولا حاجه، اشتريتها اكياس وحشيتها فايبر. الفانوس ده انا جايباه من عند اختي اديتهولي، والقله دي انا اللي عاملاها. الفانوس ده كان فانوس عادي قديم عندي، القماش بتاعه كان من قماش الخياميه، قطعته وشلته ورحت عملته بالخيط المكرميه كله، لفيته حوالينه كله. وبعدين الهلال والنجمه دي اختي هي اللي عاملاها وجابتها لي، هي اللي اديتها لي يعني، كانت عاملاها من كراتين وغلفتها بالقماش الخياميه ده. وطبعا بقى زينت الحيطه بيهم كده، يعني مدين شكل جميل جدا للحيطه واجواء حلوه جدا. وطبعا فرع النور برضو ما النور بيقفل بيبقى غير برضو ما هو ايه، بيبقى قايد كده يعني، والنور مفتوح والاضاءه قويه يعني. الاجواء دي بتبقى حلوه جدا في السحور، اما ببقى قافله النور ونتسحر على النور الجميل ده اللي هو النور بتاع الزينه، اللي هو الفرع النور ده. الزينه مش قادره اقول لكم في الحقيقه جميله جدا جدا جدا. الزينه دي بقى كنت جايباها السنة اللي فاتت، كنت جايباها في من الناس اللي هم بيبقوا فرشين بيبيعوا زينة الشارع، وكنت جايبة منها حوالي من 50 متر، هي بتبقى لفة كلها على بعضها كده حوالي من 50 متر. ال50 متر دول عملوا لي الأوضة كلها، وفاض كمان شوية علقتها على باب الشقة بره. جميلة جدا مبهجة، وفي منها ألوان كتير، الألوان بتاعتها في الأحمر وفي الأخضر وفي اللي هو الألوان مموجة، وفي بتتباع بالفروع كده، وفي بيتباع بالكيلو. يعني انت لو عايزة بالكيلو بس ما بيبقاش متربط في قلب الحبال كده، بيبقى الشرايط دي متفرطة كده لوحدها، وانت بتاخدي مثلا بالكيلو او بنص كيلو او كده، وانت تربطيه في قلب الحبال، بتاخدي حبال شرايط حبال وبتربطيها. جميلة جدا، مفيش حد عملها قبل كده على اليوتيوب خالص في البيت غير الحمد لله انا يعني اللي عملتها هنا في البيت عندي. ومزينة الدنيا كده ومخليها مبهجة وجميلة. ممكن لو عندك جنينة هتعمليها بيها هتبقى حلوة قوي، لو عندك بلكونة هتعملي برضو كده في البلكونة، برضو هتبقى زينة جميلة جدا. وادي بقى جه الليل، الاضاءة بقى شوفوا بقى الاضاءة جميلة جدا. ما بنيجي نتسحر بالليل على الاضاءة الجميلة دي، ما بفتحش النور العالي خالص غير الاضاءة الهادية الجميلة دي في السحور، مع بقى ايه اغاني رمضان بتاعت التلفزيون والبرامج بتاعت التلفزيون بتاعت رمضان الجميلة، تدي اجواء حلوة قوي للبيت جامد. فيا رب الفيديو يكون عجبكم وتاخدوا منه افكار لرمضان، افكار بسيطة جدا مش مكلفة خالص. المفارش دي معمولة باقل التكاليف. طبعا بقى النظام ده انا غيرته، غير من شكل الاوضة خالص. فيا رب يكون عجبكم والابتكارات دي عجبتكم، وما تنسونيش بقى في لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان اي حاجة انا بعملها، واللي يعمل اشتراك للقناة يعمل تفعيل الجرس عشان اي فيديو انزله ينزل لكم على طول. وادي المكتبة بصوا منظرها جميل ازاي بالاضاءة حلوة جدا. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك للفيديو وكومنت حلو كده منكم لو عجبكم الفيديو تحمسوني بيه، ونكمل بقى بقية الشقة ان شاء الله مع بعض بالزينة رمضان والابتكارات اللي هي بتاعت رمضان الجميلة. ربنا يعود علينا الايام بخير يا رب. وشوفوا بقى الزينة وهي بقى اما بفتح الشباك الصبح والهواء يدخل كده ويطير الزينة، تحس ان هي الزينة فعلا في الشارع مبهجة جدا، والصوت بتاعها بيبقى مبهج جدا لما بتخرفش كده مع بعض. ما تنسونيش بقى في الدعاء، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.